بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الحلويات ديت، عاملاها العزومه. دي الكنافه اللي هي السيجار، دي معروفه طبعا، بتيجي في علب الحلويات دي، بتبقى ساده ومقرمشه كده. ودي كنافه محشيه مكسرات ومحمره كده، شايفين اللون الجميل بتاعها، ومقرمشه جدا جدا سواء دي او دي. والجلاش ده هنعمله مع بعض. ده جلاش محشي كنافه خطير، ده خطير، هيبقى ادمان بجد. والجلاش ده هنعمله مع بعض محشي مكسرات، مجموعه مكسرات فيها تمر وفستق، والمهم المكسرات ديت انا عاملاها معاكم على القناه موجوده. ثبتها بس بشويه شربات عشان تبقى ماسكه نفسها. الفيديو هيكون معاكم ان شاء الله بالتفصيل. يا رب يكون الفيديو مش طويل عليكم وما تزهقوش وتستفادوا وتعملوا الوصفه دي في العيد. حلوه قوي في العيد، هتشرفكم كده في تقديمات العيد. طبعا بيجي لنا ناس تعيد علينا، اهالينا وجيراننا وحبايبنا. تقدري تعملي الاطباق دي وتقدميها على سفره العيد، حلوه قوي وهتشرفك. وكل سنه وانتم طيبه، ويا رب يكون عيدكم سعيد. ما تنسوش تروحوا على اول تعليق، هتلاقوني سايبه كل لينكاتي. ويلا نبدا ونشوف عملنا الحاجات دي ازاي مع بعض. معايا طبعا كنافه جايباها انا طرح كده، جايه طازه طبعا، بس كانت جايه سخنه واتعجنت على بعضها كده، بس مش مشكله، هنحاول نعالجها مع بعض. الصينيه بتاعتي كده اللي هشتغل عليها، هرش عليها رشه ميه بسيطه كده، وهمسك بقى الكنافه بتاعتي وهلفها. دي بنسميها كنافه سيجار، تبقى جايه كده من عند في علبه الحلويات، كلنا بنبقى ندور عليها، طعمها بيبقى حلو قوي. هلف طبعا، ايدي دي ثابته، دي ثابته ودي بتلف بالشكل ده. والميه بقى هتخلي لي كل اللي واقف ده ينام كده بالشكل ده. بعد كده هنظبط بقى اي حاجه. وهجيب الصينيه بتاعتي، طبعا انا لفيت واحده كده، هجيب الصينيه بتاعتي انا لفه واحده كده وسندها بالكوبايتين، وهجيب دي كده واحطها جنبها، وبرده هثبتها كده باي حاجه عندي بالشكل ده كده. لف معاكم كمان واحده، مش مشكله المقاس طبعا، ايه هنلف طويله قصيره بقى. قلت لكم هي كانت جايه طازه، اتحطت في الكيس بقى وبقت كده على بعضها بالشكل ده كده. اتاكدت ان هي ملفوفه حلوه قوي. برضو هجيب الصينيه بتاعتي وهحش البرطمانين او الكوبايتين اللي انا مثبته بيهم، ايا كان بقى هتثبتي بايه كده، واثبت بيهم بالشكل ده. هكمل بقى لف الصينيه كلها ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه. كده انا عملت البايركس ده، غيرت الصينيه طبعا عشان فكرت هعمل اشكال تانية من الكنافه. انا صبعتها كده زي ما وريتكم، لحد المفروض تسيبها في المطبخ تنشف شويه كده، وبعدين تقطعيها بقى الحجم اللي انت عايزاه. انا هبتدي اقطعها بقى عشان طبعا هتطلع من الفرن مقرمشه، فمش هنعرف نقطعها. قطعيها بقى المقاس اللي انت عايزاه. بالشكل ده كده. وده هيبقى الحجم كده لما تطلع مستويه. هكمل انا تقطيع ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه. كده خلاص قطعت الكنافه السيجار بتاعتي بالشكل ده. طبعا سيحت معايا هنا السمنه بتاعتي انا عشان ما تبقاش تقيله قوي، حطيت خلطت سمنه بلدي على شويه زيت. طبعا احنا لا دهنا البايركس ولا ورقنا الكنافه، فهنحط بقى كميه كبيره، ولما تطلع من الفرن بنصفي الزياده عشان تبقى مقرمشه كده. لازم تغطيها كلها كده بالسمنه كويس، تاكدي ان كل قطعه عليها سمنه. وزي ما قلنا لما تطلع من الفرن الباقي بنصفيه عادي مفيش مشكله، وبنستعمله في اي حلويات تانية. طبعا الشربات بتاعك لو مش جاهز زي كده بتجهزيه قبل ما تبتدي في الكنافه. كوبايه ونص سكر، عليها كوبايه الا ربع ميه، وترفعها على النار، ونص ليمونه لما السكر يغلي ويدوب كده الميه تغلي، ويبقى جاهز معاك الشربات. طبعا انا دلوقتي مولعه الفرن بسخنه. اتاكدت بقى ان انا غلفت الكنافه بتاعتي كده كلها سمنه. هدخلها بقى على الفرن تستوي وتتحمر وتقرمش، ونرجع بقى نشوفها مع بعض. هعمل معاكم شكل تاني. طبعا الكنافه بتاعتي الاولانيه دخلت على الفرن، ده هعمله معاكم بس على السريع كده عشان لما تشوفوني مقدماه في الطبق. انا عاملاه معاكم قبل كده
هاخد حته كنافه كده. طبعا الصينيه بتاعتي رشه فيها رشه ميه يا دوب رشه بسيطه، وهحط بقى شويه مكسرات كده. المكسرات ديت انا مجهزاها برضو معاكم، علبه كده شايلاها، وهلف صوابع بالشكل ده. ودي بقى هنعملها على البوتاجاز من فوق، انا عاملاها معاكم قبل كده كده. طبعا الميه اللي احنا رشينها دي بتخلي الشعر بتاع الكنافه اللي بيبقى منعكش ده ينام كده. هعمل معاكم كمان واحد. طبعا طلعت الحته صغيره عادي زودي كده. نحط المكسرات وهنلف بالشكل ده. هكمل انا الباقي مع نفسي ونشوف بقى في النهايه. كده صبعت الكميه دي كده. طبعا هو كيلو كنافه، عملت منه الشكل اللي دخل الفرن اللي هو السيجار، وعملت الصوابع دي هحمرها بقى كده، وفاضل شويه هحمرهم وهحشيهم في جلاش برضو. ولعت هنا على سمنه وزيت كده، استناهم بقى يسخنوا على الاخر. سخن الزيت بقى كده، هرصها كلها بقى كده، ما بتاخدش وقت، على السريع على السريع دايما تقلبيها، وكمان ما بتشربش زيت وبتتحمر من بره ومن جوه، بيبقى اكلها هش وحلو قوي. شايفين كده خدت لون وقلبتها تتحمر وتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ودايما زي ما قلت لكم ان ديت ايدي فيها، لان الزيت طبعا والسمنه بيبقوا سخنين. في سمنه بلدي على زيت، يعني بخلطها كده بشويه زيت صغيرين عشان ما تنحرقش. هقليها بقى انا كده وهتاخد اللون الجميل. تبقى على نار عاليه مش نار هاديه، وبرده بتبقى مقرمشه من بره ومن جوه. هكمل انا بقى تحمير وتبقى جاهزه معايا، يا دوب على انها تتسقى الشربات. ودي كده شكل الكنافه بتاعتي. دي الكنافه السيجار مقرمشه ازاي، ودي الكنافه الصوابع نفس القرمشه. طبعا شايفين السمنه الزياده اللي قلت لكم عليها في الاول، هي دي السمنه. هنصفي بقى الكنافه السيجار دي منها، وكده واقفه على اننا نسقي شربات ونقدمها بقى كده. طبعا بنفككها من بعض كده، هصفيها انا بقى من السمنه واحطها في الشربات. والشكل الثالث هكسره وادخله يتحمر في الفرن عشان هنحشي بيه جلاش. دي شكل الكنافه بتاعتي، شايفين الجمال. مقرمشه، عايزه اقول لكم مقرمشه، ايه اللي انا بقوله ده، مقرمشه جدا جدا. طبعا دول الشكلين على بعض. دي سمنه بلدي اللي مش هنتخلص منها طبعا. ديت الكنافه اللي هحمصها دلوقتي اللي هحشي بيها الجلاش، بحمصها من غير اي دهون. بعد ما تطلع بقى من الفرن هحط عليها السمنه دي. دي سمنه بلدي، اوعوا تخسروها لو عملتوا زي كده بسمنه بلدي. دلوقتي هجيب الكنافه هفرفتها واوريها لكم وادخلها الفرن دلوقتي عشان تتحمر. شوفوا الجمال. هنعمل دلوقتي دي الكنافه بقى اللي باقيه من الكيلو، حمرتها. طبعا انا حشيت شويه كده، بس هوريكم. طبعا محب الكنافه والجلاش هنعملهم الاتنين في وصفه واحده. هنحشي الكنافه كده في الجلاش، والباقي بقى انا هكمله مكسرات بنفس الطريقه كده، نفس علبه المكسرات اللي انتوا عارفينها. هكمل بقى، بس عشان المكسرات تفضل ثابته في الجلاش هحط عليها شويه شربات عشان تبقى لازقه كده فيها. بس كده هنحشي بقى الكنافه، هنلفها كده بكل سهوله زيها زي المكسرات، تبقى بقى في قلب الجلاش مقرمش وهي مقرمشه، وحاجه كده ايه تحفه. وهنقطعها طبعا وهي نيه. عايزه تكبري عايزه تقصري الصوبع ده بيرجع لك انتي. طبعا اي زوايد واي حتت مكسره كده بنعمل بيها وصفات برضو. انتوا شفتوا معايا الوصفات اللي بنعملها من بواقي الجلاش كده.
طبعا احنا لسه كمان ما ورقناش ولا حطينا اي دهون. زي ما عملت في الكنافه هشربه بقى بالسمنه، واي سمنه زياده بشيلها في الاخر. اعمل معاكم كمان واحده. باخد ورقتين وعشان ما الفش كتير بتنيها 2 كده على 2، وبجيب الكنافه اللي انا محمصاها. طريقتها سهله جدا، يا اما بتحمصيها على البوتاجاز يا اما بتحمصيها في الفرن، وكل شويه بتطلعيها تقلبيها. الاسهل ليكي بقى انت اعمليه بنفس الطريقه برضو كده. بوزع الكنافه كده وبلف، وانا بلف بضغط كده لجوه عشان احاول اخليها ايه تبقى ماسكه. وهنقطع الصوابع زي الطريقه الاولانيه، عشان طبعا ما ينفعش يتقطع وهو بعد ما يستوي. وهرصه برضو كده في الصينيه بتاعتي. هكمل انا باقي لفه الجلاش. هعمل كمان شويه بالمكسرات، بدل الكنافه دي هحط مكسرات وخلاص كده. بس هحط معلقه عسل من اللي احنا عاملينه برضو مع بعض على المكسرات، وهلف بقى الباقي كده. وما اجي اسقي سمنه هسقي معاكم كده. خلاص خلصت حشو الجلاش بتاعي كده. ده طبعا محشي كنافه والجزء ده محشي مكسرات. هنسقيه بقى بالسمنه كده. طبعا احنا ما حطيناش خالص سمنه، هنحط برده كميه كبيره كده، والباقي لما يطلع من الفرن بنصفيه زي الكنافه. بس احنا ما حطيناش زي ما قلنا ولا ورقنا خالص. وهيدخل على الفرن بقى كده. طبعا هنحط كميه حلوه عشان ايه يبقى مقرمش ويتورق كده من جوه. هدخله بقى على الفرن يستوي، ونرجع بقى واحنا عاملين احسن تشكيله طبق حلويات. يدخل بقى على فرن سخن ونار حاميه عشان يقرمش ويستوي ويبقى جاهز معانا. دي الحلويات بتاعه العزومه. طبعا انا ديت مصوراها في فيديو كامل هتنزل معاكم، بس هقول لكم برده هنا مختصر كده. الطبق ده كنافه جلاش محشي كنافه. دي لو محب الكنافه والجلاش حطيتهم لكم في وصفه واحده مع بعض، مقرمشين حكايه، مش اول مره اجربه يعني. طبعا دلوقتي احنا صايمين. ده جلاش محشي كنافه محمره، وطبعا متسقيه بشويه شربات عشان تبقى ماسكه نفسها كده، وحشيها في الجلاش. وده جلاش محشي مكسرات، برضو المكسرات حطيت عليها شويه شربات عشان برضو ما تبقاش سايبه نفسها وتفرط وتقع من كل جنب. ودي الكنافه ديت اللي هي السيجار. طبعا بنجيبها في علب الحلويات، قلت لكم دي الفيديو هينزل بالتفصيل. ودي اصابع كنافه كده محمره محشي. دي ساده طبعا اللي هي السيجار، ودي محشيه مكسرات تمر وتشكيله مكسرات حلوه قوي. ودي كده حلويات العزومه. وكده الجلاش بتاعي بعد ما طلع من الفرن سقيته بالشربات وقدمته كده في الاطباق. ودي الكنافه برضو اللي احنا عملناها مع بعض كمان سقيتها في الشربات. طبعا الشربات انتوا عارفين ان انا مجهزاه جاهز عندي، يا دوبك باخد منه واسحب اعمل الحلويات واسقيها على طول. سهله وبسيطه. وكده الفيديو يكون خلص معاكم، يا رب يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم وتكونوا استفدتم. دي الجلاش اللي محشي كنافه، ودي الجلاش اللي محشي مكسرات، ودي الكنافه اللي هي الكنافه السيجار الساده، عايزه اقول لكم مقرمشه جدا. ودي الكنافه اللي احنا حمرناها. طبعا دي محشيه مكسرات زي ما شفنا كده في الفيديو، مقرمشين وحلوين قوي. اللهم اني صايم. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، وكل سنه وانتم طيبين. خلاص الحلويات ديت انا عاملاها يوم 28 رمضان، خلاص العيد باقي عليه يوم او يومين. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون عيدكم سعيد ويا رب تقضوا عيد وانتم مبسوطين وفرحانين. انا مش عارفه الفيديو ده هينزل لكم على اليوتيوب ولا على الفيس، بس ان شاء الله هيعجبكم. وسلام.